السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ومهم بزاف لكل واحد كيقلب على أفضل فرصة للاستثمار العقاري في المغرب لهذه السنة. قبل ما نبدأ بغيت نسولكم واحد السؤال خطير. إلا كان عندك اليوم رأس مال مهم، واش غادي تستثمر في مراكش مدينة السياحة والأرباح السريعة، ولا في طنجة المدينة اللي كتنمو بسرعة خيالية وكتستقطب الشركات والمصانع والاستثمارات من جميع أنحاء العالم؟ والأخطر من هذا الشيء كامل، واش عارف بأن قرار عقاري واحد تقدر تربح من وراه ثروة محترمة أو تضيع بسببه تحويشة عمر كاملة إلى ما انتبهتيش لبعض الفخاخ القانونية اللي طاحوا فيها آلاف المغاربة؟ لهذا السبب في هذا الفيديو غادي نديرو مقارنة شاملة ومفصلة بين جوج من أقوى المدن العقارية في المغرب، مراكش وطنجة. غادي نهضروا بالأرقام الحقيقية، بأسعار الشقق والبقع الأرضية حسب الأحياء، وغادي نعرفوا شكون الأفضل للاستثمار وشكون الأفضل للاستقرار العائلي، وفي الأخير غادي نكشفوا أخطر الفخاخ العقارية اللي خاص أي مشتري أو مستثمر يعرفها قبل ما يدير أي خطوة. ولكن انت من المهتمين بالعقار والاستثمار والربح من الكراء، ما تنساش دير لايك للفيديو، حيت هذا النوع ديال المحتوى كياخذ وقت كبير في البحث والتحليل. وخلي التعليق ديالك في الاخير وقول لنا شنو المدينه اللي كتفضل. دابا ندخلوا مباشره للارقام. الى بدينا بمدينه مراكش اللي معروفه عالميا كعاصمه السياحه المغربيه، فخاصنا نعرفوا أن السوق العقاري فيها مقسم بشكل واضح بين مناطق فاخرة جدا ومناطق متوسطة واقتصادية. أول حي هو الحي الشتوي اللي كيتعتبر من أفخم الأحياء في مراكش كاملة. في هذه المنطقة أثمنة الشقق الجاهزة كتراوح ما بين 20,000 و 25,000 درهم للمتر المربع. أما البقع الأرضية فكتبقى نادرة بزاف، وإلا لقيتي شي بقعة فالثمن ديالها كيكون ما بين 30,000 و 40,000 درهم للمتر المربع. السبب واضح، لأن المنطقة عامرة بالفنادق المصنفة والمشاريع السياحية الفاخرة، والطلب على الكراء السياحي فيها قوي جدا. من بعد كنمشي لحي كيليز، القلب التجاري والاقتصادي ديال مراكش. هنا الحركة ما كتوقفش نهائيا، والشقق كتراوح أسعارها ما بين 14,000 و 18,000 درهم للمتر المربع، بينما الأراضي المخصصة للهدم وإعادة البناء كتوصل ما بين 22,000 و 28,000 درهم للمتر المربع. هذا الحي مطلوب بزاف من الأجانب والمهنيين، وكيجمع بين الكراء اليومي والكراء طويل الأمد. أما منطقة النخيل فهي منطقة راقية وهادئة، معروفة بالإقامة المغلقة والفيلات الفخمة. أسعار الشقق والفيلات كتراوح ما بين 15,000 و 20,000 درهم للمتر مربع، بينما الأراضي الكبيرة المخصصة للفيلات كتراوح ما بين 2,500 درهم و 5,000 درهم للمتر المربع. إلا كنتي كتقلب على السكن العائلي الهادئ، فحي تارقة كيبقى من أفضل الاختيارات. أسعار الشقق فيه كتراوح ما بين 10,000 و 12,500 درهم للمتر مربع. أما البقع الأرضية فبين 6,000 و 9,000 درهم للمتر المربع. أما أكدال والمنارة اللي ولاو من أهم محاور النمو الحديثة في مراكش، فأسعار الشقق فيها كتراوح ما بين 12,000 و 16,000 درهم للمتر المربع، والبقع الأرضية ما بين 12,000 و 15,000 درهم للمتر مربع، مع نشاط قوي في مجال الكراء. بالنسبة للناس اللي عندهم ميزانية محدودة، فالمحاميد كيبقى اختيار ممتاز. أسعار الشقق كتراوح ما بين 8,000 و 9,500 درهم للمتر مربع، والبقع الأرضية ما بين 4,000 و 6,000 درهم للمتر مربع، مع عائد إيجاري مهم مقارنة بسعر الشراء. وما يمكنش نهضروا على مراكش بلا ما نذكروا المدينة العتيقة والرياضات. هذا السوق مختلف تماما وموجه أكثر للأجانب والمستثمرين اللي باغيين يحولوا العقارات لدور الضيافة أو مشاريع سياحية. هنا المتر المربع يقدر يبدأ من 10,000 درهم ويوصل حتى 30,000 درهم حسب الموقع وجمالية البناية وقيمتها التاريخية. وما كايناش بقع أرضية فارغة تقريبا، لأن الشراء كيكون على شكل بنايات قديمة كتحتاج إعادة تأهيل.
دابا نمشيو لمدينة طنجة، عروس الشمال، والمدينة اللي كتعرف واحد الطفرة الاقتصادية والصناعية غير مسبوقة. أول منطقة هي مالاباطا والكورنيش، المنطقة اللي كيتنافس عليها مغاربة العالم والمستثمرين الباحثون عن الإطلالة البحرية. أسعار الشقق كتتراوح ما بين 18000 و 22000 درهم للمتر المربع، أما البقعة الأرضية فكتتراوح ما بين 25000 و 35000 درهم للمتر مربع. في مرشان وإيبيريا اللي كيتعتبروا من أرقى أحياء طنجة، أسعار الشقق كتتراوح ما بين 16000 و 19000 درهم للمتر مربع، بينما الأراضي كتتراوح ما بين 20000 و 27000 درهم للمتر المربع. هاد الأحياء مثالية للاستقرار الراقي والقرب من أهم المؤسسات. في وسط المدينة خصوصا منطقة ساحة الأمم، الطلب كيبقى مستمر طول السنة. أسعار الشقق كتتراوح ما بين 13000 و 16000 درهم للمتر المربع، والبقعة الأرضية بين 18000 و 22000 درهم للمتر مربع. أما طنجة البالية والدرادب فكيتعتبروا من المناطق الواعدة اللي كتعرف إعادة تهيئة واسعة. الشقق كتتراوح ما بين 10000 و 13000 درهم للمتر المربع، والبقعة الأرضية بين 7000 و 10000 درهم للمتر مربع. في مسنانة والزيادن القريبة من الجامعة والمرافق الرياضية، الشقق كتتراوح ما بين 8500 درهم و 11000 درهم للمتر المربع، بينما الأراضي كتتراوح بين 5000 و 8000 درهم للمتر المربع. أما بني مكادة ومغوغة اللي كيمثلوا أكبر تجمع سكني وتجاري شعبي، فأسعار الشقق كتتراوح ما بين 6000 و 9000 درهم للمتر المربع، والبقعة الأرضية بين 4500 درهم و 7500 درهم للمتر مربع. وأخيرا منطقة بوخالف القريبة من المطار ومنطقة كزناية الصناعية، وهي من أفضل الخيارات للسكن الاقتصادي والمتوسط. أسعار الشقق كتتراوح ما بين 5500 درهم و 7500 درهم للمتر المربع، والبقعة الأرضية بين 3500 درهم و 5500 درهم للمتر مربع. ودابا نوصلوا للسؤال اللي كيتكرر عند الجميع: شكون الأفضل للاستثمار؟ الحقيقة أن الجواب كيعتمد على الهدف ديالك. إلا كنتي باغي تدفق نقدي سريع من الكراء السياحي فمراكش كتبقى المالكة بلا منازع. المدينة كتستقبل السياح طول السنة تقريبا، وما كتعرفش ركود حقيقي حتى في الشتاء بسبب المؤتمرات والسياحة الأوروبية. في كيليز أو الحي الشتوي مثلا، المستثمر المحترف يقدر يوصل لعائد سنوي ما بين 8% و 12% عبر الكراء السياحي ومنصات بحال Airbnb. أفضل استثمار هنا هو الاستوديوهات الصغيرة في كيليز أو الرياضات في المدينة القديمة. أما طنجة فالقوة ديالها مختلفة، المدينة ما معتمداش فقط على السياحة بل على اقتصاد حقيقي قوي مبني على الصناعة والميناء واللوجستيك والشركات الدولية. الكراء طويل الأمد فيها مستقر بزاف بسبب الطلب المستمر من المهندسين والموظفين والأجانب. بالإضافة إلى ذلك القيمة ديال العقار كتزيد مع الوقت بسرعة أكبر بسبب التوسع العمراني المستمر. أفضل استثمار في طنجة هو اقتناء بقع أرضية في مناطق التوسع أو شقق متوسطة في المناطق الواعدة بحال طنجة البالية. بمعنى آخر، إلا كنتي باغي مدخول سريع ومردودية قوية من السياحة مراكش هي الاختيار الأول. أما إلا كنتي باغي استقرار طويل الأمد ونمو في ثمن العقار نفسه فطنجة عندها أفضلية واضحة. أما بالنسبة للاستقرار العائلي فمراكش مناسبة للناس اللي كيحبوا الأجواء الحيوية والثقافة والشمس طول السنة. فيها مدارس دولية ومستشفيات وبنية تحتية جيدة، ولكن الصيف فيها حار بزاف ودرجات الحرارة تقدر تجاوز 45 درجة. طنجة من جهتها كتقدم جودة حياة عالية لعشاق البحر والمناخ المعتدل، مدينة عصرية وقريبة من أوروبا وكتجمع بين الحداثة والتقاليد، مناسبة بزاف للعائلات وتربية الأطفال خصوصا في أحياء راقية بحال إيبيريا والمناطق الهادئة المحيطة بها. العيب الرئيسي هو الرطوبة وبعض الرياح القوية خلال فترات معينة من السنة. وقبل ما تتخذ أي قرار
خاصك تعرف بعض النصائح الذهبية. إلا كنتي غادي تشري السكن خاصك تزور العقار في الصباح وفي العشية باش تعرف مستوى الضجيج وحركات المرور وطبيعة الجيران. خاصك كذلك تنتبه للتوجيه ديال الشقة. في طنجة الأفضل هو الجنوب أو الشرق باش تتفادى الرطوبة، وفي مراكش خاصك تبعد على الواجهات الغربية اللي كتولي سخونة بزاف في الصيف. وما تنساش أن الثمن اللي كتشوف ماشي هو التكلفة النهائية، لأنه كاينين ما بين 6 و 8% إضافية ديال رسوم الموثق والتسجيل والتحفيظ والضرائب. أما المستثمر فخاصو يركز على الموقع الدقيق للعقار. فمراكش مثلا فرق بسيط في الموقع يقدر يحدد واش الشقة غادي تكون عامرة طول السنة ولا فارغة. كذلك خاص التفاوض يكون ذكي، خصوصا مع استقرار نسب الفائدة البنكية ما بين 4.5 و 6.5%. ومن أهم القواعد ما تخليش العاطفة تحكم في القرار. شوف الأرقام، شحال غادي تربح، شحال غادي تصرف، وشحال هي مصاريف السنديك والصيانة. ودابا نوصلوا لأهم جزء في الفيديو كامل، وهو الفخاخ العقارية. أول فخ هو النوار. بعض المنعشين العقاريين كيطلبوا جزء من الثمن كاش وخارج العقد. الخطورة هنا أن القانون ما كيعترف إلا بالمبلغ المكتوب عند الموثق، وإلا وقع أي نزاع أو تم إلغاء البيع فالأموال المدفوعة في النوار كتضيع قانونيا بشكل كامل. الفخ الثاني هو العقارات غير المحفظة أو المحبوسة، خصوصا في بعض مناطق مراكش القديمة. خاصك دائما تأكد من وجود الرسم العقاري، لأنه هو الضمانة القانونية الأساسية. الفخ الثالث كيتعلق بالشقق اللي مازال في طور البناء. بزاف ديال الناس كيشريو اعتمادا على التصميم فقط، ومن بعد كيلقاو راسهم امام تاخر في التسليم او مشاكل في جوده البناء او حتى مشاكل مرتبطه بالرسم العقاري. الفخ الرابع هو شراء شقه جديده بدون التاكد من وجود رخصه السكن. بدون هذه الوثيقه ممكن تلقى مشاكل كبيره في ربط الماء والكهرباء بسميتك. اما البائعين فعندهم بدورهم مجموعه من المخاطر. اولها ضريبه الارباح العقاريه اللي كتفاجئ بزاف ديال المستثمرين. ثانيا الوكالات العامة اللي كتخلي الوكيل يتصرف بصلاحيات واسعة جدا. الأفضل دائما هو وكالة خاصة ومحددة بدقة. وثالثا تقييد الاحتياطي اللي يقدر يجمد العقار لفترة طويلة بسبب نزاعات قانونية. لذلك أي وعد بالبيع خاص يكون مضبوط قانونيا ويحمي حقوق البائع. وفي الأخير يمكن نقول أن سوق العقار المغربي لهذه السنة كيعاقب التسرع وكيكافئ الدراسة والتخطيط. مراكش كتبقى ماكينة أرباح قوية في الكراء السياحي وعلى المدى القصير، بينما طنجة كتقدم استقرار اقتصادي ونمو طويل الأمد في القيمة العقارية. القرار النهائي كيبقى مرتبط بالهدف ديالك والميزانية اللي عندك. إلا وصلتي معنا لهذه الدقيقة ما تنساش دير لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصلكم جميع التحليلات العقارية القادمة. وكتب لنا في التعليقات لو كان عندك رأس مال اليوم، واش غادي تختار شقة بإطلالة على مضيق جبل طارق في طنجة ولا رياض سياحي ساحر في قلب المدينة العتيقة ديال مراكش؟ شكرا على المتابعة ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.